بونسوار. شيريت مازلت مع التحضيرات تاع لانيفرسير تاع بنتي، وبما انه راه كاين تشيناه متوفر بزاف قلنا نديرو كيكه البرتقال. تجي بزاف بنينه، اقتصاديه، ما فيهاش كاع بزاف صوالح، وسهله بالخف توجد. نخليكم على فيديو فرجه ممتعه. نبدو بسم الله الوصفه تاعنا. نحتاجو 2 حبات بيض كاملتين، و مغرف صغيره لافاني، كاس تاع سكر. نخلطو بالباتور الاول. دروك نضيفو عصير برتقال. من الاحسن تخلطو بالباتور باش السكر تاعنا يذوب لنا بالخف والخليط تاعنا يطلع مليح. دروك نديرو نص كاس حليب، ونزيدو نخلطو شويه مبشور البرتقال باش نسمو به العجينه تاعنا. ديروا نص كاس زيت وزيدوا فوقها غير شويه. دروك نضيفوا 2 كيسان فرينه معمرين مليح مع 2 باكي تاع لا ليفور، 2 خميره الحلويات. ديروا 2 باش تجي طالعه مليح. نخلطوا ونشوفوا القوام كيفاش ولا. دروك نزيدو نص كاس فرينه، نزيدو غير بشويه. هذا هو القوام تاع العجينه تاعنا، لازم تكون كيما هاك تاع الخليط تاعنا. كي تشوفوه ولا كيما هكا حبسوا الفرينه صاي، ما تقلوهش بزاف. دروك نجيبوا المول تاعنا اللي غادي نديرو فيه، ندهنوه بالزيت ولا بالدهان، ونديروا له الفرينه ولا ديروا له ورق الطهي كيما تبغوا. المهم دهنوه مليح باش ما يلصق لكمش الكيكه تاعكم، ما تلصقش. نجيبوا 2 حبات تشين نقطعوهم دي بتي دي كيما هاك بهذه الطريقه، وما تغلضوهمش بزاف. دروك نجيبوا السكر، نديروا الاولى السكر في البلا. ديروا طبقه لاباس بها تاع سكر، على خاطش ما تخافوش هذا السكر كاع غادي يذوب يولي كراميل. وكي تستفوا البرتقال تاعكم ما تخلوش الفيد بين التشينه والتشينه، وما ديروش وحده فوق وحده، يجي باش يجيكم الشكل شباب وما يدخلكمش في هذوك الفراغات العجين. ستفوهم بهذه الطريقه. هكا نستفوا التشينات تاعنا كيما هاك، ونكبوا الخليط تاعنا فوقهم. الفرن تاعنا نديروه يحمى قبل ما نبدو نطيبو. نديرو الفرن تاعنا يحمى مليح، لازم نطيبوها على فرن مسخن مسبقا، وشعلوا له غير من التحت. هكا نخبطوه شويه وندخلوه يطيب. هنا بعد ما طابت هنقلبناها في الطبسي، شوفوا كيفاش تجي. وهذه هي النتيجه النهائيه، تجي بزاف بنينه. ان شاء الله تجربوها البنات، وش هي طيبه.